يلا نعمل الكاتشب بطعم وريحة الجاهز بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله لما تجربيه هيعجبك قوي. رغم ان هو لسه سخن لكن القوام بتاعه تقيل زي ما شايفين كده. في حلة وهبتدي احط فيها 3 معالق من السكر، وهكرمل السكر لحد ما يديني اللون الذهبي، وده سكر حبيبات خالص. اول حاجة هيديكي اللون الاشقر وبعد كده هيديكي اللون الذهبي، واول ما يديكي اللون الذهبي هننزل عليه بكيلو من الطماطم الحمراء، ولازم الطماطم تكون حمراء. ما هقلبش الكراميل خالص ولا هقرب عليه. واول ما يديكي اللون الذهبي انزلي عليه على طول بكيلو من الطماطم الحمراء المتقطعة، ولازم بسرعة قوي تعملي الخطوة دي علشان الكراميل اول ما بيديكي اللون الذهبي بيتحرق على طول، فخليكي حريصة كل الحرص كده وانتي بتعمليه. هننزل عليهم كمان بفصين من الثوم وبصلة حمرا كبيرة، ولازم البصلة تكون لونها أحمر. هنزل عليه كمان بحوالي كده 3 معالق من الخل، ونص كوباية من المية، وكمان نص معلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الأبيض. ما تحطيش فلفل أسمر علشان ما يسمرش الكاتشب، حطي فلفل أبيض علشان الكاتشب بتاعك يبقى لونه طبيعي زي الجاهز بالظبط. هغطي وهسيبه حوالي كده تلت ساعة. وهنا الجنينة بتاعتي ما شاء الله شكلها حلو خالص، واليمامة باضت كمان في القصرية بتاعة الفلفل بيضتين شكلهم حلو خالص سبحان الله. رحت اسقي الفلفل لقيت اليمامة باضت البيضتين دول، فخلاص سبتهم بقى، مش عارفة بصراحة هعمل ايه. وجبت قرنين فلفل حمر كده من الفلفل اللي انا زرعاه في البلكونة، وبدأت حطيته كمان مع الكاتشب وهو بيستوي، وبعد كده هضربه في الكبة بعد تلت ساعة لما استوى تماما. وبعد ما اضربه في الكبة هصفيه، ولازم يتصفى كويس جدا ما يكونش فيه اي بذور ولا اي شوائب خالص. التفل دوت يعني استبعديه كل الاستبعاد، علشان تحسي كده ايه ان انتي يعني جايباها من بره، عارفة الاحساس ده ان انتي تعملي حاجة زي الجاهز بالظبط. فاستبعدي التفل واستبعدي البذور طبعا عن طريق التصفية. المصفى ده بصراحة انا كنت بقول ان هو مش هينجز معايا، بس عمل الواجب وزيادة ما شاء الله. بصوا بقى التفل والبذر يعني اتخلصت منه تماما. هبتدي اردها على البوتاجاز واسيبها كمان مرة تستوي حوالي كده 5 دقايق. وبعد ما تستوي 5 دقايق هجيب برطمان ازاز او بلاستيك، هعقمه كويس قوي، واول ما الكاتشب يبرد هبتدي احطه في البرطمان واحفظه في التلاجة. طريقته جميلة جدا بصراحة، سهلة زي ما شفتوا كده، وكمان طعمه كان خطير بصراحة. هتاكليه بقى جنب الكفتة، هتاكليه جنب البرجر، هتاكليه جنب حاجات كتير، جنب بطاطس. يعني بصراحة ما بقيناش نقدر نستغنى عن الطحينة ولا عن الكاتشب. والطحينة الفيديو على القناة برضو خشوا شوفوه هيعجبكم قوي. عايزة اقول لكم بس حاجة وعشمنا فيكم والله، استحلفكم بالله انا فاتحة القناة علشان تكون مصدر دخل ليا، علشان انا مش عارفة اشتغل برا بسبب اني عندي بنتي الصغيرة من ذوي الهمم، وعايزة رعاية طبعا وعايزة علاج. فانا مش عارفة والله اخرج اشتغل برا، فاستحلفكم بالله اشتركوا في القناة وحطولي لايك للفيديو، وكمان قولولي من انهي بلد بتتابعوني.